في شاحنة نفايات. وانتقل التعبير عن الغضب إلى موقع الفيسبوك وتويتر، حيث رفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي شعارات وهاشتاجات تستهجن ظروف موت البائع من قبيل على هاشتاج اسمه كلنا محسن وشهيد الحكرة وكلنا شهيد السمك الحسيمة. بتعود وقائع الحادثة ليوم الجمعة الماضي 28 أكتوبر بعد ما صادرت السلطات المحلية داخل ميناء مدينة الحسيمة المغربية سلعة الشاب محسن فكري بحجة أن السمك اللي بيبيعه ممنوع صيده. ووفقا لروايات نشطاء مغاربة على وسائل التواصل، فإن أحد رجال الشرطة رمى سمك البائع في شاحنة نفايات، مما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في الشاحنة احتجاجا على مصادرة سلعته. كما تناقلت روايات أن مسؤولا أمنيا أعطى تعليمات لسائق الشاحنة بتشغيل آلة الضغط على النفايات والبائع بداخلها، مما أدى إلى مقتله. بعد انتشار الخبر اشتعلت مواقع التواصل تندد وكانت غاضبة جدا. المهم بقى في الموضوع مش طبعا اللي احنا قلناه ده كله، لكن المهم ان ملك المغرب بيعزي أسرة بائع السمك القتيل. وزارة الداخلية أصدرت بيان بتتعهد بمحاسبة المسؤول. وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية أمس 30 أكتوبر أن ملك المغرب محمد السادس أصدر تعليماته لوزير الداخلية محمد حصاد للتحقيق الدقيق في وفاة بائع السمك. وجاء في بيان الوزارة على أثر الحادث المؤلم الذي ذهب ضحيته ليلة الجمعة الماضية الشاب محسن فكري، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لوزير الداخلية للتوجه لمدينة الحسيمة وتقديم تعازي ومواساة جلالته في عائلة المرحوم. ده بائع سمك موتوه قصدا وغير قصدا، هو مات نتيجة قرار او نتيجة امر اتقال من الضابط اللي صادر السلع اللي كان بيبيعها. فالملك قدم التعازي، الملك يجبر الداخلية انها تقدم بيان بتعتذر فيه عن الحادث. يعني ما قالوش مثلا ان هو كان معانا في البانجو، يعني ما قالوش ان هو كان معانا في البانجو ولما لقى الشرطة راح راميها في قلب التمثيلات ده اللي بتحصل عندنا بقى، راح راميها في قلب عربية الزبالة فنط فيها عشان يجيبها بعد كده، والعربيه كانت يا عيني شغاله فاتفرم غصب عنه الظابط يا عيني. لا انا عايزه اسالك على حاجه تانية. امتى سمعت عن ان الحكومه عندنا او وزاره الداخليه او ان ضابط او ان مسؤول طلع قال انا اسف لواحد اتقتل من ضمن الحالات الفرديه اللي هي بتحصل كل شويه دي؟ لا امتى سمعتها؟ ده كل شويه يعني. بتاع الشاي اللي في الرحاب؟ لا ولا بتاع التوك توك اللي في الدرب الاحمر؟ ياخدوه يعملوا له محاكمه كده سوريه وبعد كده ياخد حكم وبعد كده في الطعن ياخد براءه. دي التمثيليه المكرره عندنا. ولا قالوا انه رمى نفسه من البلكونه؟ وهي حالات فرديه برضو. ولا واحده مثلا يمسكوها بتدير 4 شقق دعاره وبتقول ان الفلوس دي انا بعملها لصندوق تحيا مصر، وبعد اسبوع صندوق تحيا مصر بقى خلاص. وبعد اسبوع تخرج.